عارفين الدايلاما بتاعة البيضة ولا الفرخة اللي بنقع فيها كلنا أول ما بنتخرج؟ بنكون عايزين نشتغل، الشركة عايزة خبرة، وعلشان نجيب الخبرة لازم نكون اشتغلنا. احنا كمان كرواد أعمال بنقع فيها، بنكون عايزين كلاينتس، الكلاينتس عايزين سابقة أعمال، وعلشان يكون عندنا سابقة أعمال لازم يكون عندنا كلاينتس. أنا اعتمدت في استراتيجيتي للتسويق للبراند بتاعي على الكولابريشن. قعدت وشفت الخدمة بتاعتي مين محتاجها في البي تو بي. في الحالة بتاعتي كانت شركات التسويق، بما اني شركة سوفت وير، وبصراحة كل اللي تواصلت معاهم كانوا مرحبين جدا، وده لاني كنت بغطي عندهم جزئين رئيسيين. اول حاجة في البراندنج، بيجي لهم كلاينت بيكون عايز يعمل ويب سايت علشان يقفل السايكل بتاعة البراندنج بتاعته، سواء يتعمل له كامباني ويب سايت او لاندنج بيجز. وزي ما هو متعارف شركات الماركتنج مش دايما بيبقى عندها سوفت وير ديبارتمنت، حتى لو عندهم ما بتطلعش بنفس جودة وتقل لشركات السوفت وير لما تعملها. وتاني حاجة كانت السيرش انجن، تحسين محركات البحث. في الحالة دي كنا احنا الاتنين بنتعاون، هما كانوا بيحضروا الكونتنت والكيوردز والبلوجز، انا عندي كنت بشتغل على الميتا تاجز وباخد البلوجز دي اضيفها عندي على الويب سايت. كده بتعاوننا احنا الاتنين كبرنا ببعض. انت كمان تقدر تشوف البيزنس بتاعك مفيد لأي مجال تاني، وتقدروا تتعاونوا مع بعض وتكبروا مع بعض، وزي ما انت ما هتكون مستفيد هم كمان مستفيدين، لأن ده أساس أي كولابوريشن، وين وين. ما ينفعش يكون في طرف واحد بس هو المستفيد. لو حسيت انك استفدت ما توقفش الاستفادة عندك، واعمل لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد.